السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احوال جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معنا من جديد في قناه وصفات انا واختي، وكذلك في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله البنات غادي نشارك معكم عشيوه سهله وخفيفه وسريعه في التحضير ديالها، والاهم فيها هي انها كتجي لذيذه بزاف. فنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وممكن اللي هما بالساطين فسريعه في التحضير ديالها. عباره على طبق كما كتشوفوا ديال الرز بالخضر، فبواحد السر اللي ما كيجيش فيه داك الرز معجن اللي كيجي مفرتس، كيجي كل حبوبه بوحدها، ما كيجيناش زعما ملاصق ومعجن. فنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بلا ما نطول عليكم ندوزو للطريقه والمكونات. بالنسبه للمكونات فغادي نحتاجو زلافه ديال الرز كلاصي. انا استعملت هاد الزلافه هذه شويه كبيره على حسب عدد افراد العائله. المهم الا كنتو غير قلالين تكتفيو غير بكاس ديال العنبه صافي. وغادي نحتاج شويه ديال المعدنوس وواحد مطيشه محكوكه. وبالنسبه للخضر فغادي نحتاج جميع الخضر اللي غادي ندير كلها تكون مقطعه طريفات صغار. فانا خديت واحد خيزويه قطعتها طريفات صغارين كما شفتوا، وواحد بطاطا وواحد فلفله. وبالنسبه للبصله فحكيتها ودرتها بالماء ديالها. وغادي نحتاج شويه ديال الجلبانه، وغادي نحتاج شويه ديال الزيت، زيت المائده، وشويه ديال زيت الزيتون. وبالنسبه للتوابل فغادي ندير شويه ديال الملحه وشويه ديال التحميره والسكينجبير والخرقوم والتحميره. فاول حاجه البنات كنديروا السر ديال هذا الرز هذا كما قلت لكم باش ما كيجيناش معجن وما ملصقش وكل حبوبه بوحدها، وكيجي واحد المذاق اللي هو لذيذ بزاف. فغادي نديرو في واحد الزلافه اللي تكون شويه كبيره، وغادي نضيف ليه الماء اللي يكون مغلي اللي غليته من قبل اولا ماء طايب. غادي نكبو عليه وغادي نخليه مده ديال 10 دقائق. عاد من بعد غادي نصفيه وغادي نضيفو المكونات. فهذا هو السر ديال الرز باش هكا ما كيجيناش معجن بمره. من بعد كنحرك هذا الرز هذا شويه باش هكا ما يتلصقش ليا. واول حاجه كندير في الكوكوط فهي الزيت والبصله، كنخلي البصله حتى كتشحر ليا مزيان. ومن بعد كنضيف لها جميع الخضر والتوابل وكنصفي الرز من الماء وكنضيفوا ليه حتى هو كذلك، ونخلط جميع المكونات ونضيف لهم 2 زلايف ديال الماء القياس باش اللي درت فيه زلافه ديال الرز. ديك الزلافه هي باش كنعبر الماء. الا مثلا درت كاس ديال الرز فغادي ندير 2 كيسان ديال الماء نفس العبر ديال الرز.
من بعد ما جمعت المكونات ديالي كامله، فغادي نسد على الكوكوط وغادي نخليها تصفر، وغادي نحسب ليها مده ديال 15 دقيقه بالضبط. ما غاديش نفوتها، 15 دقيقه صافي كافيه. وغادي نحل عليها والرز ديالنا واجد. وفي الاخير البنات، فهذا هو الشكل النهائي ديال الرز بالخضر اللي حضرنا مجموعين. فنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوها، فهي وصفه اللي سهله وسريعه كما شفتوا. والاهم فيها هي انها كتجي لذيذه بزاف وما كتحتاجش الوقت بزاف في التوجد ديالها او في التحضير ديالها. فنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. والاهم فيها هي انها صحيه، وجبه صحيه بزاف وغنيه بالفيتامينات. فنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. والا كنتوا اول مره تزوروا القناه، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك اسفل الفيديو، وكذلك زر الجرس باش كتوصلوا باي جديد، وتخليو التعليق ديالكم. وشكرا، نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.